أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع لافت قوي في البورصة المصرية، وهو قصة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيميائية. أهلا بيكي. فعلا ممفيس شركة ليها وزنها من شركات الأدوية الحكومية المعروفة في السوق المصري. تمام. بس اللي لفت نظر ليها مؤخرا مش بس تاريخها، لا، ده الأداء الخرافي لسهم الشركة. أنا وقفت عند الرقم ده، ارتفاع حوالي 7000% في آخر 3 سنين. رقم ضخم جدا بصراحة. 7000% دي نسبة تخلي أي حد يسأل إيه اللي بيحصل بالظبط؟ بالظبط. هل دي مجرد فقاعة سعرية وهتخلص، ولا في أسباب حقيقية ورا الصعود ده؟ هو ده اللي عايزين نفهمه النهاردة، يعني نفصص الموضوع ده سوا. تمام. خلينا نبدأ بتحليل رحلة الصعود دي. هي كانت سريعة وقوية بشكل استثنائي. طيب، إيه ممكن تكون العوامل اللي زقت السهم الارتفاع ده كله؟ هل هو بس تحسن في نتائج الشركة المالية؟ هو أكيد تحسن النتائج ده عامل، وممكن يكون ده اللي بدأ يبعت إشارة إيجابية للمستثمرين. بس الموضوع أعقد شوية. أعقد إزاي؟ في عامل تاني مهم جدا، وخصوصا في حالة ممفيس، وهو قلة عدد الأسهم المتاحة للتداول الحر في السوق، اللي بنسميها الفري فلوت. تقصد إن الأسهم اللي الناس فعلا تقدر تشتريها وتبيعها قليلة؟ طب وده يأثر إزاي؟ بالظبط كده. لما المعروض من أي حاجة يكون قليل، أي زيادة بسيطة في الطلب ممكن ترفع السعر بشكل كبير قوي. فاهمة. يعني السهم بقى حساس لأي عمليات شراء جديدة؟ تمام. وده ياخدنا للعامل الثالث، وهو ممكن يكون في مستثمرين جدد دخلوا على السهم، يمكن شافوا الارتفاعات الأولية أو توقعوا حاجة معينة. يعني نقدر نقول قلة المعروض مع دخول مستثمرين جدد عملوا البيع دي للارتفاعات؟ مظبوط. وهنا لازم نذكر العامل الرابع اللي صعد نستبعده في الارتفاعات الجامدة دي: المضاربات. المضاربات؟ تقصد ناس بتشتري عشان تبيع بسرعة وتكسب من فرق السعر؟ أيوة. المضاربة هدفها الربح السريع من السعر نفسه، مش شرط بناء على قيمة الشركة الأساسية. والأسهم اللي بتتحرك بسرعة كده بتجذب النوع ده من النشاط. وده ممكن يزود الصعود أكتر، وأحيانا الهبوط كمان. بالظبط. وهنا الموضوع بيبدأ يبقى شيق فعلا، إن آليات السوق نفسها زي قلة المعروض والمضاربة ممكن تلعب دور أكبر من أساسيات الشركة المالية في أوقات معينة. طب لو قارنا أداء منفذ ده بشركات أدوية تانية في نفس الفترة، هل القطاع كله كان طالع بنفس الشكل؟ لا خالص. وهنا تبان خصوصية حالة ممفيس. أدائها كان متفرد واستثنائي جدا مقارنة بباقي أسهم قطاع الأدوية. يعني مش موجة صعود جماعية للقطاع؟ لا. صحيح، القطاع ممكن يكون مستقر أو في نمو بسيط، لكن مفيش أي سهم تاني قرب من قفزة ممفيس دي. ده بيأكد إن في عوامل خاصة جدا بالشركة دي، زي قلة الأسهم والمضاربات المحتملة، هي اللي لعبت الدور الأكبر. طيب ننتقل لنقطة تانية مهمة اتربطت بأداء الشركة: زيادة أسعار بعض الأدوية مؤخراً. هل دي فعلاً كان ليها تأثير كبير على أرباح منفس وساعدت في الصعود ده؟ دي نقطة مهمة فعلا. قرارات تحريك أسعار الأدوية أكيد بتأثر على إيرادات شركات الأدوية، ومنهم ممفيس طبعا. التأثير المباشر والفوري هو زيادة في قيمة المبيعات، يعني الإيرادات. تمام. الإيرادات زادت عشان السعر زاد. بس السؤال الأهم، هل الزيادة دي سمعت في صف الربح بنفس القوة؟ يعني الشركة كسبت أكتر فعلا؟ مش بالضرورة وبنفس النسبة دايما. وهنا لازم ندقق شوية. الإيرادات دي يعني زي ما بنقول قمة جبل الجليد. لازم نبص تحت. بالظبط. لازم نبص على صافي الربح وهامش الربح. هامش الربح ده بيقول لنا كل جنيه مبيعات بيكسبنا كام قرش صافي بعد خصم كل التكاليف. يعني ممكن الإيرادات تزيد بس التكاليف تزيد هي كمان؟ وارد جدا. ممكن تكاليف الإنتاج نفسها تكون زادت، أو المواد الخام، أو حتى المصاريف الإدارية والتسويقية. فلو التكاليف زادت بنفس نسبة زيادة الإيرادات أو أكتر، صافي الربح مش هيزيد بنفس القدر، وممكن يقل. أو ممكن تكون الزيادات السعرية شملت أصناف معينة بس مش كل المنتجات. ده احتمال وارد برضو. لازم نشوف هل الزيادات دي كانت كافية لتعويض أي ضغوط تانية على التكاليف ولا لأ. ده الفرق بين التأثير اللحظي على رقم الإيرادات والأثر الحقيقي والمستدام على ربحية الشركة. الكلام ده مهم نظرياً، بس الأرقام بقى بتقول إيه؟ يعني لو بصينا على آخر سنتين مثلاً، الوضع المالي لمنفس عامل إزاي على أرض الواقع؟ لو بصينا على القوائم المالية هنلاقي فعلا نمو واضح في الإيرادات، وده متوقع، جزء منه بسبب زيادات الأسعار. صافي الربح كمان بيظهر تحسن في بعض الفترات.
لكن الأهم زي ما قلت هو الهوامش. بالظبط. هل هوامش الربح فضلت قوية ومستقرة؟ هل اتحسنت ولا اتأكلت بسبب زيادة التكاليف؟ ده بيدينا فكرة أعمق عن كفاءة تشغيل الشركة. طب وبالنسبة للسيولة والديون، وضع الكاش في الشركة والاعتماد على القروض ده مهم عشان نعرف قدرتها على الصمود. أكيد. تحليل السيولة يعني هل الشركة معاها كاش كفاية تدفع فواتيرها ومرتباتها والتزاماتها اللي عليها قريب، ده حيوي جدا. ممكن شركة تكون بتحقق ربح على الورق بس عندها أزمة سيولة. صح. والديون؟ الديون كمان مهمة. حجمها ونسبتها لأصول الشركة بيوضح مدى اعتمادها على القروض. لو الديون عالية قوي، ده ممكن يضغط على الأرباح بسبب الفوائد ويخلي الشركة معرضة أكتر للمخاطر. طب بشكل عام ممفيس وضعها إيه في النقطتين دول؟ هو بشكل عام شركات الأدوية الحكومية غالباً وضعها المالي بيكون مستقر نسبياً، لكن طبعاً لازم تحليل الأرقام المحدثة بدقة عشان نقدر نحكم على قدرة ممفيس الحالية على الحفاظ على النمو ده، وهل الأرباح دي مستدامة من النشاط الأساسي ولا لأ. تمام. طب خلينا نبص لقدام شوية. بعيداً عن حركة السعر الحالية، إيه فرص النمو الحقيقية اللي ممكن تكون قدام ممفيس؟ يعني إيه اللي ممكن يخليها تكبر غير زيادات الأسعار؟ في طبعاً مسارات تانية للنمو. أولاً ممكن التوسع في الإنتاج، يعني يزودوا طاقتهم الإنتاجية أو يطوروا خطوط الإنتاج الحالية عشان تبقى أكفأ أو تنتج أصناف جديدة مطلوبة. ده طبيعي. إيه تاني؟ ثانياً، وده عامل ملم قوي في مصر، الطلب المحلي على الدواء نفسه بيزيد بشكل طبيعي ومستمر. ده بسبب الزيادة السكانية، وكمان أي تحسن في الوعي الصحي أو القدرة الشرائية بيزود الإنفاق على الصحة. بس هل الفرص دي كلها جوه مصر بس؟ يعني مفيش فرصة للتصدير مثلاً؟ لا طبعاً، التصدير فرصة كبيرة جداً، خصوصاً لأسواق محتاجة أدوية أساسية بأسعار معقولة، زي دول كتير في أفريقيا أو حتى في المنطقة حوالينا. لو قدروا ينافسوا بالجودة والسعر بره. بالظبط. لو منفس قدرت تطور منتجات تنافسية وتفتح أسواق تصديرية قوية، ده ممكن يبقى محرك نمو مهم ومستدام. وفي فرص تانية؟ شراكات مثلاً؟ ممكن جدا. الدخول في شراكات مع شركات أدوية عالمية، سواء عشان يصنعوا منتجاتهم هنا بترخيص محلي وده بيحصل كتير، أو لتطوير أدوية جديدة سوا، ده ممكن ينقلهم تكنولوجيا وخبرات جديدة. كل العوامل دي بتخلينا نفكر في طبيعة قطاع الأدوية نفسه كاستثمار. دايماً بنسمع إنه قطاع دفاعي. ممكن توضح لنا أكتر يعني إيه المصطلح ده وليه فهمه مهم لما نبص لسهم زي منفس؟ دي نقطة ممتازة ومفتاح لفهم سلوك السهم على المدى الطويل. القطاعات الدفاعية أو الديفنسيف سيكتورز ببساطة هي القطاعات اللي بتنتج سلع أو خدمات ضرورية الناس بتفضل تشتريها حتى لو الاقتصاد مش كويس أو في أزمات. زي الأدوية والأكل والشرب الأساسي مثلاً؟ بالظبط. قطاع الأدوية ده المثال الكلاسيكي، ومعاه منتجي الأغذية والمشروبات الأساسية وشركات المرافق زي الكهرباء والمياه. الناس مهما حصل غالباً مش هتقدر تستغنى عن الحاجات دي. فاهمة. يعني الطلب عليها ثابت نسبياً؟ إلى حد كبير الطلب على الدواء خصوصاً للأمراض المزمنة أو الحالات الطارئة بيفضل موجود بغض النظر عن الدورة الاقتصادية ماشية إزاي. وده معناه إيه بالنسبة للسهم؟ معناه إن أسهم الشركات دي بتميل إنها تكون أقل تقلباً وبتحافظ على قيمتها بشكل أفضل نسبياً وقت الأزمات أو الهبوط الحاد في السوق. مقارنة بقطاعات تانية بتتأثر أكتر؟ أكيد. قارني مثلاً قطاع الأدوية بقطاع زي العقارات اللي بيتأثر جداً بالدخل المتاح للناس وأسعار الفايدة، أو قطاع السلع الكمالية والترفيه اللي الناس أول حاجة بتقلل صرفها عليه في الأزمات. أو حتى البنوك والخدمات المالية؟ تمام. اللي أدائها مرتبط قوي بصحة الاقتصاد ككل. فلو ربطنا ده بالصورة الأكبر هنلاقي إن قطاع الأدوية بيوفر نوع من الاستقرار النسبي في الطلب على المدى الطويل. وده بيخليه جذاب للمستثمرين اللي بيدوروا على تقليل المخاطر؟ بالظبط، خصوصاً في أوقات عدم اليقين أو للمستثمر اللي عايز ينوع محفظته. إذن حتى مع الصعود القوي لسعر سهم منفس اللي ممكن جزء كبير منه مضاربة أو بسبب قلة المعروض، الأساس اللي الشركة قايمة عليه وهو صناعة الدواء يعتبر مستقر نسبياً. تمام. وهنا لازم نفرق بين حاجتين مهمين جداً: استقرار طبيعة عمل الشركة الأساسي والتقلبات السعرية لسهمها في البورصة. دول مش نفس الحاجة. لا طبعاً. وجود الشركة في قطاع دفاعي بيديها أساس طلب مستقر،
لكن ده مش معناه إن سعر سهمها مش ممكن يشهد تقلبات عنيفة لأسباب تانية زي اللي قلناها، قلة معروض، مضاربات، أخبار معينة. المستثمر الواعي لازم يفصل بين الاتنين دول. طيب لو حبينا نلخص كل ده ونطلع بخلاصة، بعد ما فصصنا قصة صعود منفس وتأثير زيادة الأسعار والوضع المالي وفرص النمو وطبيعة القطاع الدفاعي، إيه أهم رسالة ممكن نوصلها؟ أعتقد أهم خلاصة إن قصة منفس دي، بغض النظر بقى سعر سهمها دلوقتي مبرر ولا لأ، هي تذكرة مهمة بإننا لازم نبص للصورة الكاملة في الاستثمار. تقصد منبصش على السعر بس؟ بالظبط. القصة دي بتوضح إزاي عوامل السوق قصيرة المدى زي العرض والطلب والمضاربة ممكن تتداخل مع العوامل الأساسية طويلة المدى للشركة زي الأرباح والنمو وطبيعة القطاع. وإن الأهم هو الاستثمار طويل الأجل. أيوة، الاستثمار المبني على فهم حقيقي للشركة وقطاعها، مش مجرد مطاردة للأسهم اللي عاملة ضجة سعرية وخلاص. يعني مش مهم مين السهم اللي طار النهاردة أو الأسبوع ده؟ ما هو ممكن يكون مهم للمضارب، لكن للمستثمر الحقيقي النجاح المستدام غالبا بيجي من حتة تانية، بيجي من البحث عن الشركات اللي أساسها قوي. شركات عندها منتج ضروري وميزة تنافسية. تمام. وقادرة تحقق نمو في أرباحها التشغيلية بشكل مستمر وهادي حتى لو سهمها مش بيخطف الأضواء كل يوم. ممكن نقول الشعار الأفضل هو دور على الشركات اللي بتكسب وتنمو في هدوء، مش بس اللي بتعمل ضوضاء سعرية. بتكسب في هدوء مش في الضوضاء. عجبتني دي. القيمة الحقيقية غالبا بتتبني بصبر وبهدوء. دي فعلا رؤية مهمة قوي. وده ياخدنا لفكرة أخيرة ممكن نسيبها للمستمعين يفكروا فيها. يا ترى فهمنا لطبيعة عمل الشركة الأساسية إنها مش مجرد أرقام، دي بتوفر دواء للناس، منتج حيوي للمجتمع، هل ده ممكن يغير نظرتنا كمستثمرين لتقلبات سعر السهم اليومية؟ سؤال جوهري فعلا. هل لما نبص للشركة دي كجزء من البنية التحتية الصحية للمجتمع بتقدم قيمة حقيقية ومستمرة، ده يخلينا نصبر أكتر على تقلبات السوق قصيرة المدى؟ مقارنة يعني لو بنبص لها كمجرد ورقة مالية بنضارب عليها؟ بالظبط. وهل التركيز على القيمة الجوهرية دي وعلى قدرة الشركة إنها تخدم الهدف الأساسي ده بشكل مستدام ومربح هو الطريق الأحسن لبناء ثروة حقيقية بثقة وهدوء على المدى الطويل؟ بعيداً عن ضجيج السوق اليومي. تماماً. سؤال يستحق التفكير فعلاً.